دلوقتي لو انت عايز تواكب التطور فانت لازم تدخل الذكاء الاصطناعي في كل حاجة تقريبا، في حياتك، في شغلك، في دراستك. فانت كده غالبا محتاج تدفع اشتراك لتول AI عشان تكفي حجم شغلك ودراستك لو انت بتدرس، ومذاكرتك وكل حاجة تقريبا في حياتك. يعني انت محتاج تقريبا مساعد شخصي او AI assistant يكون بيساعدك في كل حاجة بتعملها في يومك، من اول الشغل، الدراسة، الكودينج لو انت مبرمج، كتابة المحتوى، يساعدك تتعلم مهارة جديدة، صناعة صور، صناعة فيديوهات، صناعة باوربوينت او سلايدز، تعمل ريسيرش وحاجات تانية كتير. فانت هنا قدامك حل من الاتنين: يا اما تشترك في اداة AI واحدة تستخدمها في كل حاجة في يومك، زي مثلا اشهر حاجة دلوقتي شات جي بي تي، وهنا انت هتستخدمه في كل حاجة انت بتعملها او كل حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها. طب هل ده فعلا احسن حل؟ الاجابة اكيد لا. وده مش عشان شات جي بي تي بخصوصه وحش، بس ده عشان كل تول AI بتعمل حاجة واحدة بس حلوة جدا، انما في بقية الحاجات هي بتعملها بس في اداة AI احسن منها. وهنا بنيجي للحل التاني. الحل التاني انك تشترك في كل منصة او كل بلاتفورم بتقدم حل AI عشان تستخدم كل منصة في افضل حاجة هي بتقدمها. يعني مثلا هتدفع اشتراك لشات جي بي تي عشان تستخدمه في الكرييتيف والافكار والريسيرش، تدفع اشتراك لكلود عشان تستخدمه في الكودينج او عمل برامج او تطبيقات، وتدفع اشتراك لجيميناي عشان تستخدمه في توليد الصور والفيديوهات. وطبعا هنا انت هتدفع مبالغ ضخمة جدا، وده حل اكيد مش عملي. طب ايه رأيك لو قلت لك ان في مكان واحد، منصة واحدة بس بتجمع كل اللي احنا قلناه ده في مكان واحد؟ مش بس كده، دي بتديك إمكانية إن أنت تعمل شات أو صور أو كودينج أو تولد فيديوهات أو تعمل برزنتيشن باوربوينت بسلايدز وتعمل أبحاث معقدة وريسيرشز، كل ده بضغطة زرار واحدة بس. النهاردة هشارك معاكم تجربتي لمنصة هيكس AI، والمنصة دي All in One AI Agent، يعني زي ما قلت هي كل حاجة في مكان واحد بس. هنجرب مع بعض في الفيديو ده أجدد وأقوى المودلز زي جيميناي 3 برو، شات جي بي تي 5.2 برو، ونشوف هل فعلا يستاهلوا ولا لا. حابب انوه ان المنصه دي فيها اشتراكات مدفوعه وفيها اشتراك مجاني، وبما ان هيكس AI هي الراعي الرسمي بتاع الفيديو النهارده، فانا جايب لكم خصم قوي جدا بمناسبه نهايه السنه، وهقول لكم عليه في اخر الفيديو. يلا بينا نروح على اللاب ونشوف كل حاجه عملي. هنتعرف مع بعض على منصه هيكس AI ونستخدمها. هنمشي مع بعض بكل التفاصيل خطوه بخطوه، هشرح لكم الواجهه، هشرح لكم كل الفيتشرز اللي موجوده، ازاي تقدر تستفيد اقصى استفاده وتستخدم كل الفيتشرز اللي موجوده. زي ما شايفين دي الواجهة الرئيسية، وهي واجهة بسيطة جدا، يعني لو انت بتستخدم شات جي بي تي او اي تول AI فالموضوع هيبقى بالنسبة لك بسيط جدا. نيجي هنا على اليمين، هتلاقي مكتوب دي كل الشاتس اللي انا استخدمتها وجربتها قبل كده. اللايبراري او المكتبة دي اللي بيبقى فيها كل الصور والفيديوز اللي انت عملت لها جنريت من هنا. الجميل والمميز هنا ان زي ما انت شايف المنصة فيها كل موديلز الذكاء الاصطناعي تقريبا: جي بي تي 5.2 برو، جيميناي 3 برو، كلود 4.5، ديب سيك في 3، كل المودلز تقريبا حتى القديم موجود. فكل حاجة موجودة قدامك في بلاتفورم واحدة. طيب خلينا نبدأ بأول تيست. هنجرب نكتب كود، نشتغل على بروجكت أو نعمل ويب سايت، أيا كان فكرة البرنامج اللي في دماغك. لو هي محتاجة كودنج فأنت دلوقتي تقدر تخلص كل حاجة بالاي اي في بلاتفورم واحدة، تكتب الكود كامل وتعدل عليه كمان. هنشوف مع بعض ازاي نقدر نعمل كده. طيب يلا نبدأ بأول حاجة، هنختبر قدرة البرنامج إن هو يكتب لنا كود كامل. هنستخدم طبعا هنا موديل جي بي تي 5.2، ده من أجدد وأقوى المودلز وأغلاهم بالمناسبة. فهديله برومت بسيط. طبعا هنا ترجمة البرومت اللي أنا كتبته له، يعني إن هو يكتب لنا كود لواجهة أو ويب سايت هبيع عليه منتج AI أو ذكاء اصطناعي، ويظبط ألوانه، يتميز بخلفية داكنة. يعني حاجة بسيطة وبرومت بسيط جدا، تقريبا سطر واحد. وهنا زي ما انتم شايفين هو شغال بيكتب الكود، فهيخلص ونشوف النتيجة سوا. طب هو دلوقتي خلص تحميل، وزي ما انتم شايفين كتب كود كبير جدا، يعني ما شاء الله كل الكود ده من برومت سطر أو سطر ونص تقريبا. كود كبير جدا جدا يعني. فعايزين نروح نجربه ونشوف النتيجة. فنروح هنا على HTML، نعمل بيست للكود اللي طلع معانا ورن عشان نشوف النتيجة. طبعا انا شايف انها نتيجة ممتازة جدا، بسطر تقريبا او سطر ونص كود. تقدر تقعد تعدل عليه وتوصل للنتيجة اللي انت عايزها. بس انا شايف ان هو عامل لنا يعني ويب سايت دايناميك كمان، وفي حاجات كتير شغالة. طيب دلوقتي تعالوا نجرب شات جديد بموديل جديد ببرومت جديد، برضو نشوف حاجة جديدة. فدلوقتي احنا عايزين نجرب مثلا جيميناي 3 برو، وبرضو هبعت له برومت صغير كده انا كنت مجهزه. هو هنا علشان يولد لنا صورة يعني. فالترجمة للبرومت ده ببساطة بنقول له احنا عايزين لقطة سينمائية واسعة لزوجين اتنين مسلمين واقفين في وسط ساحة في مدينة أوروبية.
جميلة وفيها أشعة شمس وراهم حمام، يعني طبعا برومت بسيط طلع النتيجة دي زي ما انتوا شايفين. طب ايه رأيكم نعمل حاجة جديدة؟ ان انا هرفع له الصورة دي بقى واخليه هو يحللها طبعا في شات جديد، يحلل الصورة دي يطلع كل الحاجات اللي فيها، وانا عايز احول الصورة دي لفيديو. فانا هخليه بعد ما يحلل الصورة يكتب لي البرومت بالظبط اللي انا اكتبه للموديل علشان يحول لي الصورة او المشهد اللي قدامنا ده لفيديو بيتحرك. فتعالوا نعمل كده سوا. هفتح شات جديد برضو جيميناي 3 برو، وهحط له الصورة اللي هو لسه عاملها لي جنريت دلوقتي. برومت بسيط جدا زي ده، بقول له حلل الصورة واعمل لي برومت الفيديو من 10 ل 12 ثانية based on the content، يعني بناء على محتوى الصورة. فنبعت ونشوف النتيجة اللي هتطلع. هو هنا خلاص خلص وكتب لي البرومت، وكمان يعني بيرشح لي الموفمنت او الاكشن، يعني بيشرح لي البرومت اللي هو كتبه كل حاجة. فخلي البرومت ده معانا علشان هنستخدمه بعدين. طيب خلينا نجرب ميزة جديدة، ودي حاجة من الحاجات اللي أنا متحمس لها جدا، وهي موضوع الصور. احنا عايزين دلوقتي نعمل جنريت لصور بال AI. هنلاقي طبعا كل موديلز الصور اللي ممكن تتخيلها موجودة هنا. النانو بنانا برو أجدد حاجة من جيميناي، ميد جورني، سي دريم، كل الموديلز القديمة والجديدة كلها هتلاقيها هنا. بس حاجة من أكتر الحاجات اللي لفتت نظري بقى إن في هنا موديل اسمه هيكس AI Image Agent. فده موديل مخصص لتوليد الصور، بس ده خاص بالبلاتفورم اللي هي هيكس AI. فتعالوا نجربه ونشوف النتيجة سوا. برضو هكتب له برومت بسيط. ترجمة البرومت: اتنين زوجين مسلمين واقفين في ساحة وراهم نافورة وراهم حمام أبيض بيطير، يعني برضو نفس البرومت تقريبا اللي فات بس في سطر واحد. طبعا حاجة اللي بتميز هيكس اي اي ايمج ايجنت ان هو المنصة مش بتولد صورة وخلاص، يعني مش بياخد البرومت يطلع منها صورة، لا زي ما احنا شايفين كده. هو بيفهم البرومت وبعدين عنده كذا اختيار انت ممكن تختار منهم او تسيب الستاندرد، لانه هنا بيفهم الصورة وبيحدد افضل ورك فلو يمشي عليها بالظبط. فطبعا هو هنا بيسألنا على كل التفاصيل، احنا الارت ستايل عايزينها ايه، المود واللايتنج يعني هو الاختيارات دي على فكرة متغيرة ومش ثابتة. هو عشان شايف ان انا مثلا هعمل حاجه زوجين او كده فبيسالني عايزها رومانتك ولا لا. الكابل ديتيلز بيسالني على كل حاجه في تفاصيل الصوره، علشان انت هنا لو بتستخدمها لحاجه ادفانسد، يعني مش مجرد ان انت واحد بتلعب بس او بتجرب، لا بتستخدمها لشغل مثلا او موديلنج او كده، فانت حرفيا تقدر تخصص من اصغر تفصيله لاكبر تفصيله في الصور كلها. فهنا علشان بس مش عايز اطول عليكم فخلينا نقول له يستخدم الستاندرد عادي. بالمناسبة بيطلع 4 صور تقريبا مش صورة واحدة، فأنت تختار أنسب صورة طلعت لك في الآخر. طيب هو أخيرا خلص تحميل وطلع لنا 4 صور زي ما احنا شايفين. دي أول صورة معانا، برضو ممكن أفرجكم على بقية الصور. أنا شايف بصراحة أحلى حاجة الكواليتي، يعني شايف الكواليتي بتاعت الصور عالية جدا مقارنة بإن احنا كاتبين برومت سطر واحد. لو في عيب هنا بصراحة هو إن هو بيطول جدا، بس زي ما قلت هو هنا ادفانسد، مش مجرد انت تعمل صورة تخلص تدخل على اللي بعدها، لا انت المفروض بتعمل اناليسز وبتحلل انت عايز تطلع بصورة عاملة ازاي بالظبط، او تطلع شكل برودكت عامل ازاي بالظبط عشان تستخدمه في الشغل او في الاعلانات. فالموضوع بيطول بس يستحق بصراحة النتيجة اللي انا شايفها. غير كده كمان بقى انت كل صورة زي ما احنا شايفين في اوبشنز فوق ممكن تعمل فيها حاجات تانية كتير. انت هنا ممكن تعمل اب سكيل او ان انت تعلي الكواليتي بتاعت الصورة جدا زي ما احنا شايفين كده في المثال اللي قدامنا. ريموف او ازاله محاصيل زي ما هو مكتوب بالعربي، زي ما احنا برضو شايفين في الفيديو انت ممكن تعمل انكروب او كروب للصوره تعدل فيها زي ما انت عايز. مسح، يعني لو في حاجه مش عاجباك مثلا الحمام هنا حاسه كتير شويه، لا ممكن اقلله شويه اعمل ريموف من الصوره. ودي ازاله الخلفيه طبعا بشكل سريع جدا باستخدام الاي اي، انت تقدر تعمل ريموف باك جراوند تحط حاجه مختلفه زي ما احنا شايفين برضو في الفيديو، هو شال حرفيا ايده وحط ورده في اقل من ثانيه. تقدر تعمل باك جراوند كامله برضو بالاي اي، تغير الباك جراوند اللي انت واقف فيها كامله. تعالوا نجرب ميزه تانية وهي الانكروب او ان احنا نغير ابعاد الصوره. فهنا هي معموله بالعرض، انا عايز اخليها بالطول فهختار دي. طبعا هنلاحظ ان في فوق وتحت فراغات، فلما نعمل انكروب هنشوف النتيجة بقى في الاخر هتطلع ازاي. نخلص خلاص طلع لي الصورة بالطول بدل بالعرض. هوريكم برضو الفرق، هنا الصورة طبعا بالعرض زي ما احنا شايفين، وهنا بعد ما بعت له البرومت وخلص هي نفس الصورة ما غيرش فيها اي حاجة، ما غيرش في تفاصيلها بس خلاها بالطول. فالفراغات اللي كانت موجودة معانا فوق وتحت لا هو كملها وكملها بتفاصيل بقية الصورة. يعني بص في الصورة اللي بالعرض هتلاقي ان هو لحد مثلا نص جسمهم مش باين بقية اللبس اللي هما الاتنين لابسينه او كده. هنا بالطول لا، اولا فوق النهار او السماء بقت باينه اكتر. ثانيا اللبس هو كمل لهم نفس اللبس اللي هم لابسينه بالظبط، يعني ما حصلش ايرور ما غيرش في النتيجه. فبصراحه انا النتيجه لا عجباني جدا، خصوصا ان انا ما تعبتش في ان انا اكتب برومت، حاسس ان انا كل حاجه جت قدامي على الجاهز كده، انا يا دوب اخترت بس من هنا وهو كمل لي كل حاجه. طيب خلينا نجرب حاجه جديده، نشوف لو احنا مثلا عايزين مش عايزين احنا بقى نكتب برومت، احنا عايزين نشوف افكار او تمبلتس حاجه جاهزه واحنا عايزين نقلدها او نقلد الفكره اللي الناس قبلنا اصلا عملتها. فنيجي هنا على نيو شات، نعمل AI image
وهنلاقي عندنا هنا تحت اوبشنين ديسكفر وافكتس. ديسكفر دي يعني صور معموله قبل كده ناس عملتها وسايبه البرومبت بتاعها، فدي زي تمبلتس جاهزه. وافكتس نفس الفكره تقريبا، انت بترفع صورتك بقى، صورتك الشخصيه، وبتتحول لحاجه زي اللي احنا شايفينها، فده كانك بتاخد افكت زي اي برنامج بيعمل افكتات وبتطبق عليها اللي انت شايفه. خلينا نجرب برضو عشان نبقى جربنا كل حاجه. فهنا ديسكفر انا هختار صوره مثلا واجرب اشوف النتيجه اللي هتطلع ايه. خلينا نختار اي صورة، نختار دي مثلا. فهنا هو خلاص ده البرومت اصلا اللي مكتوب في التمبلت ده. انت برضو تقدر هنا تعدل اي حاجة انت عايز تغيرها، فتقدر تظبط البرومت وتعمل له كاستمايز على الحاجة اللي انت عايزها بالظبط. وطبعا دي النتيجة اللي طلعت معانا في الاخر، هي شبه التمبلت بالظبط. يعني هو غير يا دوب بس الباك جراوند. طبعا هو نفس البرومت ده لو بعته تاني هيطلع نفس الصورة بنفس التفاصيل، بس باك جراوند مختلفة او حاجة مختلفة. اي حد جرب ان هو يعمل ايمج جنريشن بالاي اي هيعرف الموضوع ده. خلونا نجرب الافكتس مثلا. انا الصراحه من محبين جي تي اي، فبلعبها من وانا صغير، فعايز اجرب الافكت ده احط عليه صورتي واشوف هيظبط معايا ولا لا. فمجرد ما انت بتدوس هنا على الافكت، طبعا هنلاحظ ان دي هي اللي بتتغير. يعني لو دوست هنا دي هتتغير. فانا هعمل جي تي اي زي ما قلت، هرفع صوره ليا واشوف النتيجه. انا هنا حاولت اعمل ابلود لصوره يكون ملامح وشي فيها باينه، ودي هي اهم حاجه، ملامح الوش، عشان يقدر ياخدها يحطها في الافكت اللي احنا اخترناه. طبعا زي ما احنا شايفين دي النتيجه بعد ما احمل وغير في ملامح وشي شويه. فاحنا ممكن لو رفعنا له صوره مختلفه يطلع نتيجه مختلفه، بس المهم ان احنا فهمنا الفكره عامه. هي الصوره بصراحه عجباني بس ملامح وشي مش مظبوطه. فعشان ما نطولش اكتر من كده، احنا كده خلصنا الايمج جنريشن. عايزين بقى ندخل في الاتقل بقى، حاجه اكبر من كده، وهي الفيديو جنريشن. عايزين نجرب كل الفيديو فيتشرز اللي موجوده هنا في البلاتفورم. فيلا بينا ندخل على الفيديو جنريشن. نيجي هنا في نيو تشات ونعمل اي اي فيديو. هنشوف ان عندنا موديلز كتير جدا زي فيو 3.1 بتاع جوجل، طبعا اشهر حاجه موجوده دلوقتي. صوره 2، صوره 2 برو بتاع اوبن اي اي، 1 من ديب سيك، وكلينج. طبعا كل الموديلز موجوده زي ما بقول، دي اول ان وان اي اي ايجنت. فدي ميزه البلاتفورم دي بصراحه، تقدر تختار اي موديل انت محتاجه. خلينا نركز على فيو 3.1 بما ان هي اجدد حاجه وتقريبا احسن حاجه موجوده دلوقتي. هنا عندك خيارات، يا اما تكست تو فيديو، يا اما فريمز، يا اما انجريدينتس او صوره. فانت ممكن تكتب برومت بس تكست يحوله لك فيديو، او تحط صوره وتكست فيحول لك الصوره دي لفيديو. لو فاكرين ده البرومت اللي احنا عملناه، او خلينا اصلا الموديل هو اللي يكتبه لنا وقلت لكم هنستخدمه كمان شويه. فانا هاخد البرومت هنا كوبي، هعمل ابلود للصوره اللي احنا كنا عايزينها. هختار طبعا عايز الصوره بالطول ولا بالعرض، انا هختار انها تبقى بالطول. وهعمل بيست او لصق للبرومت اللي هو اصلا الموديل كتبه لنا. ومن تحت هنا تقدر تخصص كل حاجه، يعني زي ما قلنا تشوف في الطول او العرض الصوره اللي انت محتاجها، تختار الكواليتي بتاع الفيديو اللي هيطلع 720 او 1080. انا هختار اعلى كواليتي. والمده بتاعه الفيديو 4 ثواني، 6 ثواني، 8 ثواني. هختار 8 ثواني. تقدر تختار هو عايز النتيجه او الريزلت يطلع كام فيديو، من اول فيديو لحد 4، بس انا هسيبها فيديو واحد. وهنا كمان تقدر تحسن البرومت، يعني لو البرومت ده حاسس ان فيه تحسينات او كده وانت مش عايز تتعب نفسك وتحسنها، برضو ممكن نضغط هنا ويحسن لنا هو البرومت تلقائي. فخلينا نبعت ونشوف النتيجة في الاخر هتطلع معانا ايه. برضو هسيبه يحمل كالعادة وارجع لكم بعد ما يحمل. هنا هو خلص خلاص، تعالوا نشوف النتيجة سوا. يعني شايفين النتيجة؟ أنا شايف إن الفيديو مدته حلوة قوي، والجودة برضو ممتازة، وممكن تعلى عن كده كمان من أب سكيل زي ما اتفقنا. والمودلز دي كلها عامة سواء ايمج أو فيديو كلها لسه بتتطور، بس أكتر حاجة مميزة هنا إن هي كلها في مكان واحد. فأنت مش محتاج تجرب كل موديل في بلاتفورم مختلفة أو تدفع اشتراكات كتير زي ما قلنا في أول الفيديو. برضو خلونا نجرب التمبلتس أو الديسكفر الموجودة في الفيديو زي ما جربناه في الصور. فندخل هنا على AI فيديو. هنشوف هنا برضو ديسكفر فيه فيديوز كتير. نفس الكلام على effects. برضو تقدر ترفع صورتك وتتغير في مكان الفيديو اللي عايز تعمله جنريت. فخلينا نجرب حاجة مثلا في ديسكفر. خلينا مثلا نجرب الفيديو ده من نوع الفيديوهات اللي هي بتفايرل جدا على تيك توك. لو حد عنده خلفية عن الفيديو اوتوميشن بالاي اي، الحاجات اللي هي اي اس ام ار والحاجات الجنريتد بالاي اي دي بتفايرل على تيك توك ومنصات الشورتس كلها. فخلينا نجرب نشوف نتيجة الفيديو في الاخر هتبقى عاملة ازاي. بس خلص الفيديو فتعالوا نشوف النتيجة سوا. زي ما قلت دي نوعية الفيديوهات اللي هي بتفايرل، او ناس كتير قوي بقت بتعمل الموضوع ده على تيك توك ويوتيوب شورتس وكده. كده احنا اتكلمنا عن الكودينج والشات والصور والفيديوز. تعالوا بقى نشوف حاجة جديدة ومختلفة، وهي الباوربوينتس او السلايدز. دي بصراحة انا شايفها من اقوى الفيتشرز اللي موجودة هنا على البلاتفورم دي.
وكمان انت ممكن تعمل البرزنتيشن ده من تكست او برومت بسيط زي اللي انا كتبته ده دلوقتي، او ممكن ترفع PDF، ترفع URL، ترفع شيت، ترفع اي حاجه من الملف هنا او الدوكيومنتس هنا، تعمل كاستمايزيشن لكل حاجه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. فانا بعت له البرومت، خلينا نشوف اللي هيطلع معانا ونجربه سوا. طبعا زي ما احنا شايفين هو بيقول ان هو هيقدر يساعدني في البرزنتيشن او الباوربوينت، بس هو محتاج شويه تفاصيل عشان يقدر يعمل كاستمايز للباوربوينت بالظبط، يبقى مخصص مش مجرد حاجه عامه كده. فالميزه هنا ان هو بيديك اختيارات انت تقدر تكتب، فالتايتل او العنوان انا خلاص كاتبه، نمبر اوف سلايدز 10، ممكن تختار اي سلايدز انت عايزها. انا هنا مش عايز كتير الصراحه، مش هطلب منه غير مثلا 4 سلايدز بس عشان ما يطولش. تقدر تختار الستايل بتاع البرزنتيشن بتاعك، انا هنا هسيبه بروفيشنال. تارجت اودينس تختار برضو اللي انت عايزه، ممكن اخليهم انفستورز وبزنس، هشيل دي مثلا. كي بوينتس برضو، كل ده يا جماعه دي داتا كلها دايناميك، يعني مش بيطلع لك نفس الاختيارات، لو كتبت له عنوان مختلف هيطلع لك اختيارات مختلفه. فهو بيعمل كاستمايز على حسب الحاجه اللي انت عايزها بالظبط، مش مجرد اسطمبه او حاجه جاهزه لكل الناس. فخلاص كده كفايه، خلينا نعمل كونفيرم ونسيبه يشتغل، يطلع الباوربوينت في الاخر. هشوف النتيجه برضو اوريها لكم في الاخر. زي ما احنا شايفين هو دلوقتي شغال. لو خدت بالك هو خلص خلاص الثلاثه سلايدز، بعد كده راح عمل ايه؟ استخدم تول من نفسه، ديب ريسيرش، يعني هو راح عمل ريسيرش عميق في الموضوع اللي انا قلت له يعمل عنه الباوربوينت. عشان هنا هو مش هيكتب مجرد كلام بسيط، زي مثلا لو قلت للشات GPT يعمل لي برزنتيشن هيرد عليك في وقت قليل بس كلام عام وبسيط جدا. انما هنا موضوع متخصص ومتعمق، ويعني بتبقى حاجه ادفانسد. فهو طبعا هنا بيعمل ديب ريسيرش، بيعمل اوتلاين كرييشن، بيستخدم كذا تولز هي مدمجه جوه النظام عشان في الاخر يطلع لك بنتيجه احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. هو هنا خلص زي ما احنا شايفين، هو راح جاب كل الصور دي دور عليها من نفسه، يعني كل ده عمله وانا كاتب له برومت من سطر صغير بس. فخلينا نشوف النتيجه. انا قلت له طبعا تبقى 4 سلايدز بس، فدي النتيجه. هو هنا مقسم لي التقسيمه لون ازرق، كاتب لي معلومات كتير، ممكن تمسك كل معلومه بقى تشرحها في البرزنتيشن بتاعك. وتحت هنا هنلاقيه كاتب زي حقيقه كده او معلومه. السلايد التانية برضو حاطط أرقام وداشبوردز وإحصائيات، وبرضو معلومة تحت كده لو عايز تقرأها. بعد كده أرقام و ROI يعني Return on Investment، وكاتب أرقام وحقائق، وكل دي حاجات هو مش عاملها جنريت من دماغه، كل دي حاجات حقائق موجودة فعلا، هو راح دور عليها وجابها من النت وبعد كده رجع حطها في الباوربوينت بتاعنا. نفس الكلام هنا في السلايد الرابعة، فخلص لنا السلايدز 4 سلايدز باوربوينت كامل، تقدر تعرضه وتقدر تعمله داونلود، وكل الكلام ده زي ما قلت داتا حقيقية هو مدور عليها. طب خلينا نجرب موضوع برضو الباوربوينت بس بشكل مختلف. زي ما قلت انت ممكن ترفع دوكيومنت، ممكن ترفع صورة، ممكن تعمل بيو ار ال او لينك. فانا هنا هكتب له برومت صغير قوي، هقول له اعمل لي باوربوينت من المعلومات اللي في اللينك ده. واللينك ده زي ما احنا شايفين بتاع اوبن اي اي نيوز، يعني اخر الاخبار او اخر المستجدات اللي موجودة في اوبن اي اي. هبعت له اللينك واخليه يعمل لي باوربوينت. طبعا زي ما هو متوقع دلوقتي هيسألني الأسئلة علشان نعمل كاستمايزيشن، فهنشوف الأسئلة اللي هو هيسألها لي هنجاوب عليها، وبعدين نديله وقته ان هو يخلص الباوربوينت ونرجع نشوف النتيجة النهائية على طول. دي الأسئلة اللي احنا متعودين عليها طبعا. هنا التايتل، عدد السلايدز برضو هخليها 4 سلايدز بس. عايزها بقى المرة دي تكون educational و informative. هنا زي ما احنا ملاحظين الاختيارات مختلفة عن السؤال اللي فات، هو كل مرة بيغير الأسئلة على حسب التوبيك. فأنا هخليها تك و AI زي ما هو. والكي بوينتس برضو مش هغير فيها حاجة، هسيبها زي ما هي. هعمل كونفيرم برضو زي ما قلنا، هيروح يعمل الريسيرش بتاعه، هيدخل على اللينك يشوف آخر الأخبار، يجنريت صور، يعمل كل المهمات بتاعته دي واحنا قاعدين مرتاحين. هيخلص ونرجع نشوف النتيجة في الآخر. هو خلص اهو. طبعا زي ما احنا شايفين هو استخدم تولز كتير، عمل ريسيرش، عمل اوتلاين زي ما احنا متعودين، عمل استراتيجي اناليسيس كاملة، وجمع صور كتير جدا يعني. فطلع النتيجة، خلينا نشوف مع بعض. دي أول سلايد، تحديث بالتاريخ، المودلز الجديدة، ده آخر موديل GPT 5.2 نازل في الشهر اللي احنا فيه أو اللي أنا بصور فيه الفيديو دلوقتي، ديسمبر 2025. سلايد 2 بيشرح فيها آخر النيوز اللي موجودة على اللينك اللي أنا اديتهوله، وحاطط طبعا صور، وحاطط اوتلاينز، وحاطط يعني مقسمها كده بشكل لذيذ بحيث ان انت تقدر تشرح. فهو هنا بيوفر عليك وقت كبير جدا، وزي ما قلت هو ميزته ان هو بيعمل حاجه فعلا ادفانسد، حاجه تقدر تستفيد بيها، تقدر تعمل داونلود وتعمل كاستمايز وتعدل براحتك وتشرح الباوربوينت ده. دلوقتي خلينا نخش على ميزه جديده، ودي حاجه برضو انا شايفها مفيده جدا، وهي ميزه الديب ريسيرش. الميزه دي انا شايفها موجهه اكتر للباحثين، الماركتيرز، طلاب الجامعات. تعالوا نجربها مع بعض ونشوف النتيجة. هنختار طبعا من هنا ديب ريسيرش، وهديله برومت بسيط زي ما احنا متعودين، هقول له يستخدم 2026 AI Tools Market Analysis، وهخليه يعمل ديب ريسيرش كامل ونشوف النتيجة في الآخر مع بعض. وأخيرا خلص. هو طول جدا يا جماعة بصراحة، بس يعني هو حقه يطول، يعني شايفين هو عمل حاجات كتير قوي.
فدي ميزة هنا إن هو بيعمل ريسيرش حقيقي، يعني حاجة تقدر فعلًا تعتمد عليها، ريسيرش كامل، الحاجة اللي أنت كنت ممكن تقعد تعملها أيام وأسابيع هو خلّصها لي كلّها في حوالي تقريبًا ربع ساعة. ممكن تسيبه شغال في الbackground وتروح أنت بقى تعمل حاجة تانية وتسيبه هو شغال مع نفسه. هو فكرته هنا إن الحاجة اللي أنت ممكن تقعد تعملها أسبوع كامل، هو عملها لك في ربع ساعة، أكيد مش هيخلّصها في دقيقة ودقيقتين لإن الموضوع برضه صعب، بس أنت جمّع لك كل حاجة هنا أنت محتاجها. يعني شايفين معايا ده الresearch كامل، دي كل المصادر الsources اللي هو استخدمها. يعني بدأ الأول بالعنوان market size والgrowth projection الkey market segments، جمّع لي كل حاجة، كل حاجة يعني ممكن أخلّيه يترجمها دلوقتي بس يعني عشان ما ياخدش وقت أطول، أو حتى أنت ممكن تاخدها كوبي بقى تبعتها لChatGPT عادي مجرد إن هو يترجمها، لأن هو مش هيعمل حاجة تانية، هو خلاص ده عمل كل حاجة أنت ممكن تعملها، جمع لنا كل الشركات، كل الحاجات اللي إحنا ممكن نحتاجها. طبعًا دي الsources كلها بالlinks بتاعتها، كل الsources اللي هو استخدمها ودخل عمل فيها research دَوّر عليها وجاب كل حاجة منها. تقريبًا كام مصدر؟ تقريبًا 59 مصدر، جاب كل المعلومات اللي في المصادر دي كلها. ممكن بقى تعمل كوبي للريبورت كله من هنا، او تشيره باللينك بتاعه، او حتى تعمله داونلود PDF وورد مارك داون. كده احنا تقريبا جربنا كل حاجة جوه البلاتفورم. يعني انا شايف ان هي مميزة في كل حاجة بصراحة، هي اكبر ميزة ليها زي ما قلت ان هي مجمعة كل حاجة في مكان واحد، وبتستخدم اقوى حاجة في كل حاجة زي ما شرحت في اول فيديو. يعني انت مثلا عندك ChatGPT مميز بحاجة، كلود بحاجة، جيميناي بحاجة، لا انت هنا التول دي مجمعة لك كل المميزات من كل التولز وبتشغلها كلها مرة واحدة. دلوقتي تعالوا نبص بصة سريعة على سعر الاشتراك بتاع هيكس اي اي، واوريكم العرض اللي انا قلت لكم عليه في اول فيديو. طبعا دي الاسعار لو هندفع مانثلي، هم عندهم بلان فري وبعد كده $16 في الشهر و$24 في الشهر. بس لو جيت تخليها ييرلي هتلاقي خصم كبير جدا يوصل ل60% تقريبا. فالبلان اللي هي ب$16 هنا ب$8 بس، يعني تقريبا نص السعر. والبلان اللي ب24 او $25 هنا ب$12 بس، يعني برضو نص السعر او اقل كمان. فعرض ال60% ده هو موجود دلوقتي لحد يوم 2 يناير بس. فلو حابب ان انت تشترك في البلاتفورم وشايف انها فعلا هتفيدك بكل الادفانتج وكل الفيتشرز اللي فيها، الحق اشترك قبل يوم 2 يناير. طيب بكده اكون انا شرحت لك منصة هيكس اي اي بالظبط، وريتك كل الفيتشرز اللي فيها وازاي من خلال منصة واحدة بس تقدر تستخدم كل موديلز الذكاء الاصطناعي واجدادها واقواها. جربنا النهارده الاي اي شات، الكودنج، ايمج جنريشن وفيديو جنريشن، اي اي سلايدز او باوربوينتس، والديب ريسيرش، كل ده في منصة واحدة، all in one AI agent. ده بيوفر عليك وقت ومجهود وكمان فلوس، لان انت بتشترك في اداة واحدة بس بتغنيك عن كل البلاتفورمز التانية بتاعت الاي اي. لو حابب تجرب هيكس اي اي هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن وفي اول كومنت تحت في الفيديو. وقبل ما نقفل عندي سؤال ليكم، ايه اكتر ميزة شايفينها مفيدة ليكم فعلا؟ هل الاي اي كودنج ولا الجنريشن للصور او الفيديوز او حتى الباوربوينت؟ وهل شايفين فعلا ان فكرة منصة هيكس اي اي عملية ومفيدة ولا لا؟ بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.